السلام عليكم أساطير اتش دي أكشن. بعد ما اكتشف إن أخوه اتسبب في نفي أبوهم للأبد بيفقد مطرقته الخارقة ومعاها قوته الكبيرة، لكن المفاجأة الأكبر لما بيعرف إن عنده أخت عايزة تدمر العوالم بالكامل من أجل المتعة. وبيبدأ فيلمنا مع ثور اللي مربوط في مكان ما، وبيحكي إنه كان بيدور ورا أحجار القوة الستة ومقدرش يلاقي ولا واحد منها. الدمار اعترض طريق عودته لأسجارد، وصحي لقى نفسه في المكان هنا بيتكلم مع هيكل عظمي، لكن فجأة القفص اللي فيه بيتفتح وبينزل قدام حاكم النار القاسي. ثور بيتفاجئ لأن المفروض أبوه أودين قضى على الحاكم ده من سنين طويلة جدا، لكن الحاكم بيتحداه وبيبقى لسه عنده أمل في تدمير أسجارد ورد اعتباره. وقتها بيستدعي ثور سلاحه الأقوى على الإطلاق، المطرقة الخارقة، وبيقدر يحرر نفسه بسهولة. وبيتضايق الحاكم من اللي عمله وبيبعت كل جنوده علشان يخلصوا عليه، لكن ثور كان في مستوى مختلف تماما. ثور شغال تدمير وتحطيم فيهم كلهم بلا هوادة لحد ما بيقضي على الكل. الحاكم بيتعصب اكتر وبيقرر يهاجم ثور بنفسه، ورغم جسده العملاق وقوته الكبيرة الا انه ما كانش ند لثور ساحر الرعد اللي بيقدر يدمره تماما. وبيقف يستعد وبينده على هيمدال حارس البوابة علشان يسحبوا الاسجارد، لكن مفيش رد جاله، وده لانه في شخص اسمه سيكريج هو اللي واقف مكان هيمدال على غير المعتاد. ثور بيضطر يكمل قتال مع باقي الكائنات الموجودة، لكن عددهم اصبح كتير جدا، فبيطلع بره المكان وبيفضل ينده على هيمدال. وقتها واحدة من البنات اللي مع سيكريج بتسمع صوت ثور وبتنبهه للموضوع، فبيفتح سيكريج البوابة على اخر لحظة وبيدخل ثور ورأس الكائنات اللي كان بيطارده وعلى وشك انه يدمره. ثور بيتفاجئ بعدم وجود هيمدال، فبيعرفه سيكريج ان اودين شك في هيمدال وقرر يحاكمه، لكنه هرب قبل المحاكمة ومحدش عارف مكانه حاليا. فبيروح ثور على ساحة القصر وبيتصدم ان اودين عامل مسرحية بتشيد بالبطل لوكي اللي مات من كام سنة بين ايدين اخوه ثور. ولو لسه ما شفتش الجزء اللي فات انصحك تروح تتفرج عليه هنا على القناة وترجع تكمل معايا علشان تاخد جرعة المتعة الكاملة. ثور بسرعة بيفهم اللي بيحصل وبيروح يسخر من اودين قدام الكل، وبيمسكه من رقبته وبيرمي المطرقة اللي لازم ترجع له مهما حصل. وقتها بيضطر اودين يظهر على حقيقته وبيتضح انه لوكي وطلع لسه عايش. الكل بيتصدم من اللي حصل، لكن ثور بيبقى عاوز يعرف ابوه فين قبل اي حاجة، فبيسافر معاه لوكي على الارض لانه بعد ما جرد ابوه من قواه حطه في دار للمسنين. بس الدار دي اتدمرت دلوقتي وبالشكل ده مش عارفين اودين راح فين بالظبط. بس فجأة بتظهر دوامة زمنية من تحت لوكي بيختفي فيها فورا وما بيفضلش غير كارت العنوان مكان معين. ثور بياخد الكارت وبيروح عنوان البيت العجيب ده، وبيشوف قدامه الساحر الافضل على الاطلاق وحارس الزمن دكتور ستيفن سترينج. وبيفضل سترينج ينقله من مكان لمكان لحد ما بيقعدوا سوا وبيسألوا عن سبب وجود لوكي على الارض لانه خطر كبير. ولما بيعرف انهم بيدوروا على اودين بيأكد له سترينج انه هيوصلهم لاودين وياخدوا بعضهم ويمشوا في سلام. وبالفعل بيفتح بوابة زمنية للمكان اللي فيه اودين، لكن لوكي لما بيظهر بيبقى متعصب لانه حرفيا دخل في دوامة وفضل يقع 30 دقيقة كاملة. وقتها سترينج بيقرر يخفيهم فورا علشان يتجهوا لمكان اودين اللي بيبقى قاعد على حافة الجبل مستمتع بالطبيعة، وبيقرب منه ثور علشان ياخده معاه على اسجارد. لكن اودين خلاص مراته اللي ماتت وحشته وقرر انه يتخلى عن حياته وما يرجعش تاني. بس قبل ما يمشي بيحكي للاخين عن معركة كبيرة على الابواب اسمها راجناروك، واللي هينتج عنها تدمير العوالم التسعة وتحويلهم لرماد حرفيا. وبيأكد اودين ان مع رحيله من هذا العالم هتيجي واحدة من اقوى السحرة في التاريخ واللي هتبدأ المعركة الملحمية دي. المشكلة الأكبر إن الواحدة دي تبقى أخت ثور والبنت الأكبر لأودين واسمها هيلا. ثور ما كانش يعرف إن عنده أخت أساسا وبيكون مستغرب. وقتها أودين بيشرح لهم إن قوة هيلا كانت كبيرة وخطيرة جدا لدرجة إن هو بنفسه فشل في السيطرة عليها، علشان كده فضل حابسها في مكان طول السنين اللي فاتت. ومع موته هتتحرر هيلا اللي بتبقى أقوى وأقوى طول ما هي في أسجارد. وبيختفي الأب أودين بعدها علشان يجتمع مع مراته اللي وحشته، وما بيعديش كتير وقبل ما يتخانق الاخين سوا كالعاده بتتفتح بوابه بتظهر منها هيلا اللي من النظره الاولى بيبان القوه على ملامحها، وبتبقى متضايقه لانها كانت عايزه تشوف اودين قبل ما يموت، لكنها بتطلب من الاخين انهم يركعوا قدامها لانها هتبقى الملكه الجديده. ثور طبعا بيرفض وبيرمي عليها المطرقه علشان تتأدب وهي بتتكلم، لكن بتصدمه لما بتنجح وبتمسك المطرقه، وده حرفيا مستحيل. محدش يقدر يمسك المطرقه دي غير ثور. ده مش بس بتمسكها، دي بتكسرها حتت صغيره هي والطاقه
الطاقة اللي فيها. ثور ولوكي مصدومين من القوة الجبارة الموجودة عند هيلا، علشان كده بيطلب لوكي فورا انهم يرجعوا وبتتفتح البوابة، لكن للأسف هيلا بتقدر انها تدخل معاهم في البوابة وبتفضل تقاتل فيهم لحد ما بتخرج لوكي من اطار البوابة ومن بعده ثور. واول ما بتوصل هيلا أسجارد بتحس بالقوة بتزيد في جسمها، وبيحاول الجنود انهم يتصدوا ليها لكن بتموتهم بمنتهى السهولة. وقتها سيكريت الذكي بيأكد لها انه خادم عندها من النهارده، وبالفعل بتوافق تشغله معاها لانه بيخاف على حياته. اما ثور فبيلاقي نفسه اترمى في كوكب غريب مليان بالنفايات في كل مكان، وفجأة بتنزل قدامه مركبة عليها مجموعة من الاشخاص بيضربوه وبينجحوا انهم يكتفوه. لكن بتيجي مركبة تانية بتنزل منها بنت بتشرب كتير وبتطلب من الناس دول يسيبوا ثور ليها، ولما بيرفضوا بتفعل البنت تقنية رهيبة جدا وبتخلي المركبة بتاعتها تضرب معاها وبتدمر الجميع في الحال. وبيتبقى واحد بتقدر انها ترميه بعيد بمنتهى السهولة، وقبل ما ثور يشكرها على انقاذها لحياته بترمي عليه اداة تثبت في رقبته وبتكهربه علشان تاخده معاها. وبيفوق ثور في المركبة بتاعتها وبيحاول يتكلم معاها ويعرف عن نفسه انه حاكم اسجارد، لكنها بتكهربه مرة تانية علشان يغمى عليه. في الوقت ده بتقف هيلا قدام جيش اسجارد بالكامل وبتعرف عن نفسها وانها الملكة الجديدة بعد موت اودين والاخين، لكن الجيش كله طبعا بيرفض الكلام ده لانهم ما يعرفوهاش وبيقرروا يهجموا عليها. هيلا بدأت ضرب وتقتيل في كل الجنود بمنتهى البراعة، بتستخدم سكاكين خفية وحادة جدا والضربة منها بتجيب اجل اي حد يفكر حتى يقرب لها. فبتاخد طعنة من احد الجنود لكن برضه مش بتأثر فيها وبتنجح في القضاء عليهم بالكامل. سيكريت مصدوم ان جيش اسجارد كله تم القضاء عليه على ايد الست المجنونة دي. وقتها بيظهر شخص بيشيل السيف من الجسر علشان محدش يقدر يخرج ولا يدخل اسجارد. وثور لما فاق لقى نفسه مربوط في كرسي وفي صوت بيشرح له ان الكوكب اللي عليه دلوقتي ده بيقع فيه الكائنات اللي ملهاش لازمة ومحدش بيهتم لامرهم، لكن بفضل اول واحد وقع هنا اللي اسمه المعلم الاكبر قدر الكوكب انه ينجو ونظم كمان مسابقات قتالية رهيبة جدا. وبيلاقي نفسه قدام المعلم الاكبر اللي بيشكر المحاربة على ثور لانه شكله مقاتل قوي وهينفعهم، وبيدفع لها فلوس مقابل ثور وبيسيبها تمشي. ثور بيتصدم لما بيشوف المعلم الاكبر بيدوب واحد حرفيا بسبب انه خانه، لكن الصدمة الاكبر لما بيشوف لوكي قاعد وسط الحشود ومتأقلم معاهم، وبيفهم وقتها ان الوقت هنا مش محدد ولوكي وقع قبله بفترة ونجح في خداعهم علشان ينضم للمعلم الاكبر، لكن مش هيقدر يساعده علشان ما يفقدش المكانة دي. بعدها بيرموا ثور في مكان معين علشان يستعد انه يقاتل البطل الخاص بالمعلم الاكبر، ولو نجح في هزيمته يقدر يمشي من هنا. وبيلاقي كائن من الحجارة جوه وبيعرف انه بيخطط لثورة كل فترة علشان يمشي من هنا، لكن دايما بيفشل وبيفضل يأكد له ان البطل اللي هيواجهه ده خطر جدا. اما هيلا فبتدمر السقف بتاع المملكة علشان تكشف الستار عن رسوماتها زمان، وبتأكد لسيكريت ان ابوها كان بيستخدمها كسلاح علشان يغزو العوالم زمان وبعدها نفاها. وبتدخل تجيب قوة الشعلة الخاصة بيها وبتصحي كل وحوش جيشها اللي ماتوا من سنين طويلة علشان تبدأ في عملية الراجناروك المدمرة للعالم. في الوقت ده ثور شاف لوكي باعت صورة ليه علشان يتكلم مع ثور وبيحذره من البطل اللي هيواجهه علشان سمع انه قوي جدا، لكن ثور ما بيكونش فارق معاه واصلا متضايق من لوكي بسبب اللي عمله مع ابوهم. وبيجي بعدها وقت القتال وثور بيشوف البنت اللي خطفته وبيلمح وشم معين على ايديها وبيفهم منه انها كانت في فرقة الستات الخاصة لأسجارد، لكن لسبب ما مش معاهم دلوقتي. وقتها بيدخل علشان يقابل البطل ويحرر نفسه، لكنه بيتصدم لما بيلاقي البطل ده يبقى هو هالك، وبيفضل ينده عليه باسم بروس بارنر صاحبه العالم من الارض. لكن هالك كان متعصب جدا وشكله كده اتملك من بروس وسيطر عليه بالكامل، علشان كده بيبدأ ضرب في ثور اللي بيفاجئ الكل وبيديله ضربة بمطرقة لقاها قدامه طيرت هالك بعيد وسط ذهول من الجميع. ثور بيكمل قتال معاه وبينزل عليه بكل قوته، لكن هالك بيتمكن منه وبيفضل يضرب فيه على الارض. هنا بيستخدم ثور ثورة ابوه اودين وبيطلع برق بيطير بيه هالك بعيد عنه، لكن قبل ما يعمل حاجة تانية بيقرر المعلم الاكبر يكهربه ويخلي هالك البطل بتاعه يكسب المعركة. في الوقت ده بتكتشف هيلا ان السيف اللي يخليهم يخرجوا من اسجارد مش موجود، وبتطلب من سيكريت يدور عليه باي طريقة. وفي الغابة بتاعت اسجارد كان موجود الحارس الامين هايمدال وبيدافع عن العامة من بطش قوات هايلا، وشكله كده هو اللي سرق السيف. بعدها بيفوق ثور وبيحاول يقنع هالك بكل الطرق انهم يساعدوا بعض علشان يهربوا من هنا، لكن هالك ما كانش موافق وبيفضل يرخم على ثور وبيشدوا سوا. فبيقرر ثور يتواصل مع هايمدال وبينجح فعلا وبيشوفه قدامه وبيعرفه وبيوريه كمية الدمار اللي عملتها هايلا في اسجارد، وهو بيحاول يخلي المملكة من العامة لان الكل هيموت. فبتقوى عزيمة ثور اكتر انه يخرج من المكان علشان يصلح اللي بيحصل. علشان كده لما بتوصل البنت المحاربة بيطلب منها ثور تساعده علشان يخرج من هنا، فبتشرح له انها كانت موجودة في زمن هايلا وشافت الدمار قدام عينيها
وكل زمايلها ماتوا على ايديها، علشان كده عمرها ما هترجع اسجارد تاني. وبينجح ثور انه ياخد منها الجهاز بتاع الكهرباء وبيفك اللي في رقبته وبينط من الازاز علشان يهرب هو وهالك، اللي اول ما بيشوف حبيبه بروس الارمله السوداء ناتاشا بيبدا يتعصب جامد، لحد ما بيتمكن بروس انه يخرج اخيرا ويسيطر على هالك الوحش اللي جواه. وبيفهم انه غايب بقاله سنتين ومحدش كان يعرف مكانه، فبيفهم ان هالك اتحكم في جسمه وعقله بالكامل، وده السبب الاساسي لاختفائه. بعدها بيقابلوا المحاربه في محاوله هروبهم بعد ما اتاكدوا ان المركبه مش شغاله، وبتقرر المحاربه اخيرا انها تساعدهم، ولو هتموت تموت وهي بتتصدى لهايلا. لوكي هو كمان بينضم ليهم، وبروس بيبقى مستغرب علشان عارف ان لوكي شرير، وبيقرروا يعملوا فوضى في الكوكب كله والثوره على المعلم الاكبر علشان ينجحوا في الهروب بسلاسه. لكن الموضوع ما كانش بالسهوله دي، ودخلوا في معركه شرسه جدا مع الجنود ونجحوا انهم ينتصروا. ولما حاول لوكي يخون ثور كالعاده كان خلاص ثور عمل حسابه وحط جهاز الكهرباء على لوكي وكهربه فورا، وبيسيب له الجهاز جنبه وبيقرر يتحرك علشان ينقذ ما يمكن انقاذه. وبتبدا حرب مستعره ومطارده شرسه من قوات المعلم الاكبر لثور واللي معاه، قتال ملحمي على ارض الكوكب ده، وبيبقوا خلاص على وشك انهم يدخلوا الثقب الدودي اللي ينقلهم على اسجارد. في الوقت ده سكريتج كان متردد في قتل واحده من العامه بامر من هيلا علشان يخافوا ويقولوا السيف فين بالظبط، وقبل ما يخلص عليها بيظهر واحد وبيأكد لهم انه يعرف مكان السيف، بس بيبقى ثور والمحاربه وبروس وصلوا اخيرا، وبيحس هيمدال بوجودهم والكل بيستعد للمعركه النهائيه بمنتهى القوه والحماس. هايلا بتتقابل مره تانية مع اخوها ثور العازم جدا على القضاء عليها وانقاذ العوالم من شرها، وبيبدا القتال الملحمي ما بين الاتنين بمنتهى القوه والشراسه. سكريتش هو كمان راح لهيمدال على الجسر وبيطلب منه يديله السيف، واول ما هيمدال بيشوف الكائن الكبير بتاع هيلا بيقرب منه بيستعد لقتاله، لكن هالك بيطلع اخيرا وبيمنع الوحش انه يخلص على هيمدال. اما هيلا العنيده نجحت انها تجرح ثور وتاخد عينه كمان، وبتوريه اسجارد وهي بتتدمر عن طريق قوتها الغاشمه. المعركه بين الكل بتبقى شديده جدا، وكل اصحاب ثور بيساعدوا، حتى الكائن الصخري اللي كان معاه في السجن بيوصل مع لوكي اللي قرر يقف جنب اخوه للمره الاخيره. لوك بياخد الشعب بالكامل على سفينه علشان يبعدوا عن الدمار اللي حصل في المملكه، والمعركه ما زالت مستمره. هيلا خلاص قررت انها تتخلص من ثور نهائي وترتاح منه، لكن ثور بيفضل يفتكر ابوه اودين وبيقول له ان المطرقه مش معاه فمش عارف يتصدى لهيلا، لكن اودين بيأكد له ان القوه جواه هو والمطرقه ما هي الا اداه علشان يطلع القوه دي. وقتها ثور بيستدعي الرعد وبيوجه ضربه قويه جدا لهيلا تقلب موازين المعركه. ثور خلاص جاب اخره وبينزل على جيش هيلا بالكامل وبيبدا تدمير فيهم بلا هواده. قدرات ومهاره اسطوريه من ابن اودين اللي بيسترجع نفسه شيئا فشيئا. البنت المحاربه فال هي كمان بتنزل تساعد على القتال الملحمي ده. المفاجاه ان رغم قوه ضربه ثور الا ان هيلا قامت مره تانية وبتتحداه انها هتدمره. وقتها ثور بيفكر بما ان الشعب خلاص مشي فهو هيدمر المملكه بالكامل لايقاف اخته الشريره. لوكي نفسه بيتصدم من خطه ثور الجريئه في التدمير وبيجري يدخل في قتال مميت مره تانية مع هيلا، وبيقرر سكريتج يتحول لشجاع وينزل يساعده بعد اللي شافه منه، وبيجري على هيلا وبيدمر جنودها واحد ورا التاني علشان يعلن عصيانه ليها، لكنها بتديله سكينه في صدره علشان يقع على الارض مش قادر يتحرك. وقتها لوكي جاب التاج بتاع الوحش اللي قتله ثور في البدايه وبيعيد احيائه بشكل اكبر بكتير. الكائن ده بينزل يحرق المملكه وما عليها حرفيا. هيلا بتحاول معاه لكنه بيقضي عليها اخيرا مره واحده وللابد. ثور واقف في السفينه بيبص على المملكه وبيسال نفسه ايه اللي عمله ده، لكن هايمدال بيأكد له نفس جمله ابوه، وهو ان اسجارد في الشعب مش المكان. وقرروا وقتها بقياده ثور المحارب الاسطوري انهم يتجهوا للارض ويبنوا مكان خاص بيهم، وتبقى مملكه اسجارد الجديده بالتحالف مع البشر. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده يا اسطوره. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD اكشن.